يا دي يا اسامه. يا دي يا اسامه، هو انت عامل العمليه ده عشان تقعد 24 ساعه تلعب بابجي؟ وانت بتتحركش ليه يالا؟ هتحرك ليه؟ يا مش عايز استعمل معاك العنف يالا. ده العمليه هتخس من غير ما تحس يا عم. انا هعمل ايه يعني؟ ايه عمليه هتخس من غير ما تحس؟ استنى بس انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ العيبه بيقول لك العمليه هتخس من غير ما احس. شعار. ادي بقى، ادي والنبي يا جدع ورانا ميعاد عند الدكتور، يلا عايزين نطمن عليك ونشوفك وصلت كام كيلو. الميعاد لسه الساعه 7 يا عم قومي يا عم، ما احنا لسه هنعدي هنجيب ستاند للتليفون وهنجيب شويه حاجات لسه يا جبس بقى والنبي. شوفي يا هبه، شوف اخوك ما بيسمعش كلام ازاي، يعني دي كده مش ابوك كان موصيني يا عم استني، هجيب الورد والنبي هجيب الورد. احسن حاجه والله عليك النور. قوم يا ابني. بس بقول لك ايه، بص امسك بس دي كده. ايه دي؟ امسك بس كده. قوم البس اللبس اللي جواها وتعالى لي على الصاله بره. هعد لغايه 15، لو جيت عند ال10 هنفخك. هو ايه ده؟ بس خش بس قيس الكلام ده وتعالى لنا بره يلا. ماشي. بسم الله ما شاء الله على اللي صحي. صباح الخير. صباح الخير. اسمسيم وعسل. كان بيعيط عليك وانت في الحضانه؟ ما بيحبك يا عم. بيحبك. لا بس بص، لما تيجي تهزر مع اخوك ابعد عن راسه عشان هو تعبان. اوكي؟ صباح الخير. انت ولا صباح الخير يا ولا؟ انت ولا صباح الخير يا ولا؟ انت صباح النور يا ولا؟ انت كت اخواتنا وحبايبنا ومملكتنا العظيمه، جاء اليوم المنتظر. طبعا كلكم مستنيين نشوف اسامه وصل لكام كيلو. النهارده اول زياره لاسامه بعد كام شهر يا مسلم؟ حوالي 3 شهور. 3 شهور وكسور. هنروح بقى النهارده ان شاء الله الدكتور محمد تاج الدين، وهنشوف ايه ظروف اسامه وايه المتطورات اللي هو وصل لها وايه الحاجات اللي هو عملها وايه الحاجات اللي هيعملها ان شاء الله بعد كده. وانت يا عم انت، احنا كلنا بنعمل معاك المقدمه بس بنلم الحاجات انت يا عم انت الف سلام عليك يا عم انت. قول لهم صباح الخير، اديهم بوسه يلا. وسام جالك اهو. بح اسامه جاي اهو. تعالى يا اوسه، وريني علامه شغال النور يا هبه. شغال النور. سليم استنى يقول لي رايك ايه في اللبس بتاع اسامه. اصل يا علامي طلع على النبي. ايه الجمدان ده؟ ايه العسل ده؟ بص الواد ما بقاش فيه بخاد بقى ولا فيه كرش ولا فيه اي حاجه. بسم الله ما شاء الله يا ده اسامه. بس ايه رايك؟ دي على مقاسك؟ يا بص الحته دي كانت تحت، الحته دي كده كانت تحت. عجبك يا معلم؟ وانا جايب لك برضو طقم تاني بس يعني البنطلون واسع سيك عشان ما اعرفش ان كده. ده انا جبته لك امبارح، التاني كنت جايبه لك قبل ما اسافر عشان كنت عايز اعمل لك هديه حلوه كده عشان انت تستاهل كل خير يا اسامه، وعايزك تكمل بقى اخويا. تكمل المسيره. سيبك من بابجي، سيبك من بابجي، مش هتاكلك عيش. قسما بالله انا عمري في حياتي ما لعبت بابجي دي عشان عارف ان هي عايزه حد 24 ساعه قاعد. بص ده اللي احنا كنا جايبينه له. بص اهو الطقم التاني يا عم، يلا شوفوا خليه يقول لك كده. بص البنطلون والله انا كنت جايبه له والله، بس انا ما اعرفش ان هو يخس جامد قوي كده. بسم الله ما شاء الله. بس هظبطه لك بقى. بس حلو يعني، خامته حلو وجديد نوفي يا اسطى. الحاجات دي جديده نوفي والله اهو بالتيكت بتاعها اهي. ده هيجي على قدك حلو. عينه بقى للعيد. عيد لا يلبسه ونجيب له غيره في العيد. اسامه انا هروق عليه عشان بيسمع الكلام. طول ما هو بيسمع الكلام تعرف لو سبت بابجي هروق عليك اكتر واكتر اقسم بالله. لا اوه ماي جاد، هتوديه فين؟ حمام السباحه؟ اول حاجه هعملها هكافئه بيها ان انا هطردك من البيت ده ونقعد انا وهو لوحدنا. لا بتضحك والله بتضحك يا مملكتنا. تعالى دي مثلا مملكتنا يلا. اتفضل يا فندم. اتفضل. شكرا جدا. قلب الفندم انت. بيقول لها اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. وما قالش ليك على فكره. محترم. لا يا عم بس يحترم امه. هو ابوها هو هيحترمه غصب عنه مش برضاه، بس اهم حاجه يحترم امه. انما الواد طلع بيحترم امه بس كده خلاص انا ضمنت مستقبل لطيف. وصلنا خلاص، وصلنا عند الدكتور. تعرف لو وقعت منك انفخك. سليم اللي ماسك الكاميرا يا جماعه تمام، هو عايز يصورنا وعايز اعرفكم على حاجه. معانا مؤمن العسل. مؤمن والدته بعد ما شافت اسامه جه عمل العمليه وبقى بسم الله ما شاء الله كويس اهوت. ببعت تحياتي ارفع فوق شويه. جايه معاكم تحدي.
احنا جايين معانا. ماشي. بص دلوقتي هنخش على مرحله الوزن عشان نوزن اسامه ونشوف واصل لقد ايه. واحنا واخدين من البلد كان كام كيلو؟ 88. مش عارفه كل واحد هيقول عدد كيلو معين، واللي هيطلع صح يتحكم في الاثنين التانيين ال 24 ساعه. طب احنا ممكن نعمل حاجه من رقمين، يعني لا 3 لا 4. لا هو رقم لا، واحد، لان احنا عارفين اخر رقم 88. فانت تتوقعي كام؟ 85. ماشي. وانت؟ ب 84. ماشي. وانا يا ستي 86. يبقى 84 85 وانا 86. طب وانت؟ ولا 4. هو 4. ماشي 84. خلاص. يبقى احنا كده الثلاثه اللي ممكن. هيخسر. موافقين ولا لا؟ احنا موافقين، بس ممكن بس سؤال قبل ما تقفل الفيديو. بص انا دلوقتي لو جه 55 جه 85 ونص يبقى انا الكسبان. لا هو 55 85 84 وانا 86. اتفقنا. ان شاء الله طب مفيش حد وافرض بقى هيكسب. نص. جاهز يا فنان؟ اهو الميزان اهو. يلا اقلع الكوتشي. يلا اقلع الكوتشي عشان اقلع الكوتشي. يلا. انا متحمسه، شكلي انا اللي هكسب. إيه؟ انا اللي هكسب. لا، أنا اللي هكسب. لا انا اللي هكسب. ماشي. اللي نيته سالكه هو اللي هيكسب. بسم الله. كم كيلو؟ كم كيلو؟ ما هيظهر عندك انت؟ ماشي قول لنا بقى. ها اصدمينا كده. كم؟ كم؟ يا قلبي 84 بجد 84. انت اللي هتتحكم فينا احنا الاثنين يوم كامل يا بطل. هو اللي قال 84 صح؟ وانت قلت 85 قلت 86. بس عاش اهو قعد معانا اسبوع واحد نزلنا 4 كيلو. يا اخويا استنى لما نشوف مين اللي هيتحكم في التاني. هو اللي وأنت هيتحكم فرحان. فينا، ما هو اللي كسب. لا انا مش بس فرحان. لا، عيد الحق الميزان. الحق. عيد الميزان. عيد الميزان ايه؟ عيد الميزان ايه؟ بس بقى لا عيد اسكت. الميزان. بقول لك ايه، وبقول لك يا اسامه بتحكم في الواد ده معانا. ماشي. هو اليوم هيبقى بتاعك. انا هعمل لك فيديو مخصوص كده تتحكم فينا 24 ساعه. انا بره الموضوع. اي طلبات اي امنيات بتتمناها يا اسامه. عاش يا اسامه والله. عاش يا بطل. 84 كيلو يا بطل. خلاص بقى ما ده يوم كسود. مكسوفه مكسوفه منه. استنى بس، ده انت يوم كسود. يوم كسود. ليه؟ طب احنا عملنا لك ايه يا اسامه؟ يوم كسود. ده انا عامله لك بط في البيت يا اسامه. ومحاشي بقى مش واوعى. عارف مش عارف. بص قول. انا هنفخ. من بكره مش من النهارده. اتلم القرد على النسناس قعد يجيبوا في سيرة الناس. يعني انت واسامه بتتفقوا عليا؟ يعني انت اسامه يقول انت طيبه وتستاهلي كل خير. انا طيبه؟ عشان سالكه من جواكي. تعالى يا نسناس. خد يا نسناس. تعالى يا نسناس. هو انت هو النسناس وانا القرد يعني؟ عادي كده. هو كده انت شديم وتلف تلف وترجع لصاحبك. بفكر لك يعني سيبيني كده انا في طب بيت لوحدي. سيبها عليا. لا وانا وانت برضه ما احنا انا الاتنين واحد. طب هزودك حرام بالأفكار. حرام والله العظيم اللي انتوا الاثنين أنا تبقوا معايا عليا. هو انا شوية عشان ما أفكار. بين؟ بص انا معايا شويه افكار، سيبيني بقى لغايه بكره الصبح هتلاقيني طلعت لك الافكار دي كلها. اديها يا اسامه. اديها والنبي وفرحني يا اسامه. بص لو عايز اي مساعده اي حاجه انت من اللي عايز اي حاجه تعمل فيها. الله يخليك يا حبيبي. ما انت اصلا بتعاكب زيها. تصدق انا غلطان. تصدق انا غلطان واقف جنبك. الحمد لله. ماشي. الحمد بس هو ما لله. يعرفش القوانين بتاعت التحدي. هو انتوا بتعملوا انتوا الاثنين ايه بقى؟ انا بصور بابا، انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ تلعبوا مع بتعمل ايه يا بعض؟ ولد؟ بتعمل ايه يا ولد؟ دلوقتي يا جماعه نخش الدكتور التغذيه. دلوقتي يا جماعه نخش الدكتور التغذيه. هو انا مش عارف اقولها. التغذيه مش عارف اقولها. يلا دكتور التغذيه. دلوقتي يا جماعه نخش الدكتور التغذيه. مش عارف اقولها. دلوقتي يا جماعه اسامه وجبس داخلين لدكتوره التغذيه دلوقتي. اتفضل يا استاذ. هنخش الدكتور التغذيه لغايه ما نخش الدكتور محمد داجي الدين عشان دكتور التغذيه اللي مدخلنا. مش عارف اقول التغذيه. تغذيه. تعالي يا اوبا تعالي. خش يا فنان خش. مساء الخير. ده حضرتك دكتور. ازاي؟ اتفضل اقعد. اسامه اول مره يخش لحضرتك. ايه الاخبار؟ عندك كام سنه؟ شوف الباب ده معلش. تاني. هي ثانوي؟ بس صغيرين. طيب عامل ايه دلوقتي؟ احنا ما شاء الله ما شاء الله من 110 عاملين عمليه تاريخ 14 11 يعني بقى لنا 3 شهور. وكنا 110 والنهارده 84. ايه الحلاوه دي؟ طيب ايه الاخبار؟ تمام والله. ماشي ازاي بقى اقول؟ لا مش أقول؟ لخبطيطه. انا لسه محققه. اقول انا. لخبطيطه. بصي هو ده كفر. بصي هو ماشي بياكل كل حاجه، بس بياكل حاجات بسيطه جدا يعني فوق ما تتخيلي. تمام. يعني احنا امبارح كنا جايبين بس انت كشري. محروم.
حاسس ان انت متضايق من حاجه؟ امبارح لا. كنت جايبه ايه بتقولي؟ كنت جايبه كشري ومدياله حوالي 3-4 معالق، جميل. فهو اكل معلقتين وخلى معلقتين يعني كلهم كمان ساعه او ساعتين. جميل حاجه. هو مش عارف. الاكل اللي نفسك فيه. هو بياكل نفسه فيه بس كميات صغيره. كميات صغيره. طب حاسس ان انت متضايق من حاجه او عايز تزود حاجه؟ لا بس هي يومك بتاخد كام وجبه فيه؟ وجبتين. لا اكتر من وجبتين طبعا. استنى بس يا محمد، هو بياخد مش قصدي على الوجبات الكبيره، لا انت قصدك كم مره انت بتاكل؟ القطمه بالنسبه لك وجبه. يعني انا دلوقتي لو هنفتكر شويه كده قبل العمليه قبل ال3 شهور، انت عشان كنت تقعد تتغدى لازم وجبه رئيسيه بقى فيها اصناف كتير وانت بتاكل لحد ما تشبع. انت دلوقتي عمرك ما هتعرف تعمل ده. بس أكيد. انا لو طبقي فيه قطعه بروتين، لحمه، فراخ، سمك، اي حاجه موجوده، شويه رز مثلا، شويه خضار وشويه سلطه، هو انت هتقدر تاكل كل ده مره واحده؟ لا. انت خدت معلقتين كشري وبعد ساعه خدت معلقتين تاني. كده دول وجبتين. نفس الفكره. ايوه كده دول وجبتين. لو انا باكل البضايه المسلوقه اكلت قطمه في الثانيه وثالث قطمه وجعتني، يبقى انا مقداري قطمتين وشويه واكمل بقيه البيضه، يبقى دول وجبتين مش بيضه. مش وجبتين. فاهمني؟ مختاري يا حلوه يا السلام عليكم. اقول لك ايه؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ يا هلا يا حبيبي. ايوه. ايه رايك؟ اقعد يا غالي. ايه رايك اهو؟ ده احنا بقينا ابطال اهو. ما شاء الله حلو. ايه الاخبار؟ تمام والله. يعني انت ماشي كويس؟ مش شايف مشاكل؟ مبسوط جدا والله. الحمد لله. في مشاكل في اي حاجه؟ احنا لسه داخلين دلوقتي دكتوره التغذيه لان اول مره كنا نخش لها، هم كانوا بيتابعوا معاها على الواتساب وكده، بس هي ادته يعني نصائح لان هو كان كل ما ياكل حاجه يرجعها. بس المفروض ياكل 6 أو 7 وجبات في اليوم اللي هي وجبه صغيره، هو بياكل 3. انا دايما انت عارف عشان دايما بقول لكم ايه؟ ان احنا ما نسيبش معدتنا فاضيه، يعني بعد التكميم المعده بقت قليله قوي فلازم اكل حاجات بسيطه بس كل شويه. يعني احنا بندي فاصل كده 3-4 ساعات بالكتير تكون حاجه داخله المعده. انما لما اسيب معدتي فاضيه 7-8 ساعات واجي اكل هتلاقي معدتك قفلت. لازم بقك بيلعب طول اليوم. مظبوط. الشرب يبقى كل ساعه كده ولا حاجه او كل نص ساعه بتشرب، سواء مشروب بس لما بشرب ميه ولا اي حاجه بطني بتوجعني قوي. ما هي قالت لك بقى الميه بالذات الميه بتبقى تقيله شويه. الدكتوره قالت لي حط عليها شويه عصير بصوت كده تكسر. بص ممكن تغير كمان، ممكن لو تسقع الميه قوي تلاقيها سهله. يعني سقعت الميه، جرب كذا حاجه. ممكن تسقع الميه قوي اللي هي داخله على تاني وجرب. ممكن تغير نوع الميه. يعني في ناس مثلا تشرب من الحنفيه على طول تلاقيها كويسه، وفي ناس تشرب من فلتر مثلا تلاقيها كويسه، معدنيه. في ناس تشرب مع معدنيه نوع معين نوع ترتاح فيه. جرب كذا نوع يعني وشوف انا اللي هترتاح فيه. يعني مثلا اشرب ميه اول ما تقوم من النوم. يعني اشرب ميه اول من النوم، اشرب بق واحد ارجع حاجات مش صفرا. صح. مش صح. انت المفروض الحاجه معدتك تفتحها بحاجه دافيه. عارف بقى لو شربت ميه فتره مثلا اول ما تصحى الميه فتره هتعمل معدتك ميه فتره او حاجه دافيه. بعد كده بشرب بتاع الكلام ده اي حاجه كنت داخله تخش بقى. بس الحمد لله يعني. الحمد لله. احنا كده كام كيلو؟ 84. بسم الله ما شاء الله. 110 ل 84 لا انجاز كبير. 111 فاكره بالظبط. بنشكرك جدا يا دكتور والله، وان انت غيرت حياه اسامه. ربنا يبارك فيك. ولسه بنزل خلاص، انا نازل الجيم انا وهو بعد بكره ان شاء الله، والزياره الجايه باذن الله انت هتشوف انسان مختلف ان شاء الله. الجيم هيفرق معاك قوي في الشكل بقى والترهلات والعضلات والحاجات دي. حاول تحافظ على العضلات. الكتله العضليه طول ما انت محافظ عليها فاولا بيبقى نزولك حلو، الشكل حلو، الصحه حلوه، وما يبقاش فيها اي اثار جانبيه زي الترهلات والحاجات دي. ان شاء الله. ماشي. عاش يا وسام. عاش يا وسام. عاش. وكده يا جماعه نقدر نقول لكم ان هو اسامه كان عنده 17 سنه اهو وعمل عمليه التكميم، لان كانت في ناس كتير عماله تحذره منها، اهو عملها وبسم الله ما شاء الله بقى كويس جدا اهوت. في ناس كتير بتيجي للدكتور اهوت ربنا يبارك فيه، مغير حياه ناس كتير. فما تقلقوش ما تخافوش، كل زي ما الدكتور قال كل حاجه في التكنولوجيا بقت بسيطه وسهله ومفيش اي اعراض جانبيه، فتوكلوا على الله. وكل لينكات الدكتور هتلاقيها تحت موجوده في الديسكربشن او الكومنت، واي حد بس يجي الدكتور قول له احنا تبعنا والدكتور هيعمل معاه احلى وكده. تمام يا دكتور؟ مشكرين ليك جدا والله. يلا بينا. الله يخليك. مع السلامه. تعال ناخد صوره بقى مع بعض. شيلينين وقعوا مني، شيلينين في الحته ده هي. ايوه يا فنان. معايا
صلى على النبي، صلى على النبي. امها تضربني. الله اكبر، الله اكبر. اللهم ديمها نعمه يا رب. اللهم تسلم. الف انا وشفت تسلم ايدك والله. ده بص شيماء جعانه يا سليم. كله جعان. شيماء جعانه. يلا يا شيماء ناكل يا شيماء. وانا تعالي اتفضلي. وأنا تعالي انت مصمص معانا. لا ما هو مسمس، هو يمسمس معانا.